المنتخب الياباني لتأكيد صدارته عندما يواجه المنتخب العراقي ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم. وفي المقابل يريد أسود الرافدين الظهور بقوة فيما تبقى من البطولة، خاصة بعد التغييرات التي طالت الجهاز الفني للمنتخب. مراسلنا عبد العزيز يوسف وتفاصيل. عندما يكون البحث عن الفوز فقط لإثبات الذات وطمأنة الجماهير، فهذا يعني أن المسؤولية لا تقل أبدا عن سابقاتها. هكذا يرى أسود الرافدين لقاءهم أمام الساموراي الياباني. المنتخب العراقي بمديره الفني الجديد باسم قاسم وبتشكيلته التي يغيب عنها عدد من لاعبي الخبرة، يرى في هذه المواجهة بوابة لإعادة رسم العراقة للكرة العراقية. صحيح أنهم خارج حسابات التصفيات، لكنهم وبقوة داخل حسابات المنتخبات المنافسة. أنا منذ الاستلام المهمة رفعت هدفين مهمين، استراتيجيات مهمة، ألا وهي ما تبقى من مباراة خلال تصفيات كأس العالم. علينا أن نظهر بما يليق ومشرف بمستوى الكرة العراقية ويبعث برسائل اطمئنان للناس المعنيين على الكرة العراقية ولجماهير الكرة العراقية. هذا كواجب أول وكثابت نعمل عليه. والواجب الثاني عليه أن أضيف مجموعة من اللاعبين الشباب، لأنه اليوم الكرة العراقية من 2007 لحد الآن نضوب في عطاءات قسم من اللاعبين، وعلينا أن نعالج هذه الحالة. أما المنتخب الياباني فلا يوجد أدنى شك بأنه يريد تثبيت صدارته في المجموعة الثانية وتوسيع الفارق مع ملاحقيه المنتخبين السعودي والأسترالي. يبدو المدرب خاليلوزيتش واثقا من قدرة أبنائه على إنجاز المهمة، وإن كان يؤكد صعوبتها خاصة مع بعض الغيابات أهمها صانع الألعاب شينجي كاغاوا وكذلك قوة منافسه العراقي. لدينا غياب مؤثر، ولكن في نفس الوقت لدينا البديل المناسب، وبأي حال لن تكون المباراة سهلة. المنتخب العراقي وإن كان يعاني من الغيابات لكنه يملك عددا من اللاعبين الشباب الذين أثبتوا قدراتهم ومهاراتهم العالية. سيحاول المنتخب الياباني أن يقترب أكثر من مونديال موسكو 2018، لكن الأنظار إلى منافسه العراقي تبدو مشدودة. فهل سيقدم خدمة بالمجان لبقية المنافسين؟ بين سرعة الحاسوب الياباني وقوة أسود الرافدين يصعب على أي منا التكهن بنتيجة هذه المواجهة. عبد العزيز اليوسف، بي إن سبورتس، طهران.